صالح سليم كان متعود يسافر لندن عشان يعمل كشف طبي دوري سنوي على صحته. في سنة 1998 راح السفرية السنوية، بس المرة دي خد معاه حفيدته نورة هشام سليم. عمل التحاليل الصبح وكان هيستلم النتيجة بتاعته الساعة 7 بالليل، فرجع البيت على الظهر وقعد مع حفيدته يشوفوا هيقضوا باقي اليوم ازاي لحد ميعاد استلام التحاليل. ولان البنت كانت اول مرة تسافر مع جدها فقال لها اللي هتقولي عليه هنعمله. نورة طلبت منه طلبين، انها تاكل في محل همبرجر مشهور هناك، وانها تدخل فيلم معين في السينما بشرط ان جدها يكون معاها. وعدها، بس ميعاد السينما كان هيكون الساعة 8 بالليل، فقالوا يبقى نعدي نجيب التحاليل الاول ونطلع بعدها على السينما والمطعم. راحوا. البنت انتظرت تحت في العربية وهو داخل قبل الدكتور اللي فاجئه بنتيجة التحاليل وإصابته بسرطان الكبد اللي ظهر في نصف مساحة الكبد تقريبا، وقال له كده لو احنا محظوظين يبقى هتعيش لمدة 5 سنين تانية بس، لكن خلينا نعمل اللي علينا للآخر ونبدأ خطة العلاج فورا. صالح استقبل الخبر بمنتهى الهدوء، ولسه الدكتور هيبدأ يشرح خطة العلاج بتاعته الفترة الجاية، لقى صالح بص في ساعته وقام واقف وقال له هو بيبتسم ممكن نأجل الحديث عن العلاج لبكرة؟ أنا مرتبط بموعد مهم حالا. الدكتور استغرب وسأله إنها صحتك، أي موعد؟ رد صالح سأذهب لتناول الهمبرجر وحضور فيلم في السينما مع حفيدتي، لقد وعدتها. الدكتور سأله والعلاج؟ رد صالح أعدك أنني سأحضر في الغد الساعة 10 صباحا لنناقش هذا الأمر. وبدون ما ينتظر رده كان خرج من العيادة وشاف نورة منتظراه، وأول ما شافها ضحك في وشها ضحكة كبيرة وسألها اتأخرت عليكي؟ قالت له لا يا جدو. خرجوا وهيصوا وانبسطوا ورجعوا البيت بيدندنوا الأغنية اللي كانت في الفيلم اللي سمعوه. اللي يعرف صالح سليم وقرأ عنه هيعرف إنه كان شخصية قوية وقاسية وحاسمة جدا. مراته كانت معاه في لندن، لما روح مرضيش يقول لها على الخبر الخاص بمرضه عشان ما تنامش وهي زعلانة. الصبح بدري وهم بيفطروا بلغها، ونزل راح للدكتور الساعة 10 الصبح بالظبط، لدرجة إنه استغرب لما شافه واقف قدامه وقال له كنت أراهن نفسي أنك لن تعود، فمعظم من يواجهون بحقيقة مرضهم ييأسون ولا يعودون أبدا. رد صالح وعدت حفيدتي بالأمس وأوفيت، ووعدتك أنت أيضا أن أعود وأوفيت. في الحقيقة لا يوجد سبب واحد يجعل الرجل الحقيقي يخلف وعده إلا الموت.